ازاي؟ انا واحد من الناس اهو، انا وجدي غنيم، انا مواليد 51، انا من مواليد الثوره، وكنت بحب عبد الناصر ده حب ربنا يسامحني يا رب، كنت مضلل والله ورب الكعبه، شاب مضلل. واحنا طبعا بقى وسائل الاعلام زمان يمكن النهارده الوضع مختلف كتير طبعا، ان في قنوات فضائيه اسلاميه، ومع ذلك ما اعرفش الناس رايحه تفتح في البكابورت وتشم في البكابورت تقول لك اف فيه، طب ما هو اف فيه، هو انت بتفتحه ليه؟ ايه اللي موديك تتفرج على دول؟ ما عندك القنوات الاسلاميه، ما كانش عندنا احنا زمان. لا، كان عندنا التلفزيون وهو خلاص، وكمان اللي يجيب التلفزيون ده يبقى راجل يعني فوق متوسط شويه، والراديو موجود والاذاعه وكله مشغلين، وطبعا الجرايد. وكان محمد حسين الهيكل ده بيكتب مقاله اسمها بصراحه يوم الجمعه، كنا نستنى عربيه الجرايد وهي جايه بعد الفجر، بس افتح واقرا بسرعه كده يعني. فكنا بنستقي معلوماتنا منهم، واحنا عشان كده كنا مضللين. فانا اول واحد كنت مضلل، كنت بحب عبد الناصر ده حب. وطبعا بقى اخترناك وهنمشي وراك يا فاتح باب الحريه يا ريس يا كبير القلب، لغايه ما وقع في ايدي كتاب صغير كده اسمه الاخوان والارهاب. حتى انا كنت ببص مين اللي مؤلفه، النخبه من العلماء، نخبه يعني طبعا المخابرات والمباحث اللي كانوا عاملينه يعني. بقرا بقى في الكتاب، لما تقرا الكتاب ده من صفحتين 3 تبقى عايز تمسك الاخوان دول تطلع مصارينهم بره كده. الاخوان المسلمون اللي مش عارف حرقوا سينما مش عارف الروفلي ولا حاجه مش فاكر يعني، بس هي كانت سينما يعني ما اعرفش اسمها، مش عارف عملوا ايه، ضربوا القنابل بالرصاص، عايزين لغايه اسمع الكلمه دي بقى، عايزين يفجروا الكباري والسينمات والمسارح والشوارع. فانا وقفت شويه كده، معلش برضه لازم الواحد يعني عنده مخ بيفكر برضه. طب يفجروا ويكسروا الكباري يعني السينمات، طب وهم الاخوان لما هيكسروا ويفجروا الشوارع امال هم هيمشوا على ايه؟ ولا هم بيطيروا في الهواء غيرنا؟ اول كسره عندي قلت لا، في حاجه مش مظبوطه. ايه الاخوان دول؟ مين الاخوان؟ ولو ان كان عمي من الاخوان بس ما كناش عارفين افكارهم. عمي كان في الاخوان واتمسك ودخل السجن واتبهدل وكذا 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 وكذا، لكن ايه افكارهم؟ مش عارفين. لغايه ما كانوا بدأ يطلعوا بقى من السجون وبدأنا نلتقي معاهم. فكان اول واحد ساكن قدامي الاستاذ العظيم كشك الله يرحمه رحمه واسعه. ورحنا بقى ايه نسمع منه، ايه ده؟ هو ده عبد الناصر؟ هو ده عبد الناصر؟ يا ستير يا رب، ايه اللي انا كنت بعمله ده؟ والحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. اول ما التزمت سنه 69 كان عندي 18 سنه الحمد لله، اول شيء تبت منه لله تبارك وتعالى، رب سامحني يا رب على الكلمات اللي كنا بنقولها، على تأييدنا له، على حبنا له. من احب قوما حشر معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صعبان عليا والله العظيم الشباب الغلبان اللي ماشي مع حمدين صباحي ده، شباب زي الورد بس عيال غلابه، ما هو مش مواليد 51 دول اكيد مواليد التسعينات يعني، تمانينات تسعينات دول. لان من الحاجات اللي تفطسك من الضحك، ماسكين يفط كبيره قوي لا لحكم العسكر، وفي ايده الثانيه صوره جمال عبد الناصر. طب ما ده العسكر يا اخويا، ما دي بلاوي العسكر من اولها، حسن بتاع ده جمال عبد الناصر. وطبعا دول شباب غلابه ما يعرفوش مين عبد الناصر. عبد الناصر اللي زرع فينا الخوف والجبن والرعب، عبد الناصر اللي كان الواحد يخاف من ابوه والاب يخاف من ابنه. يقول لك اكيد شغال مع المباحث، اكيد في كاميرات بيراقبونا بيها، اكيد سبحان الله. ده عبد الناصر ايامه الله يزيده مما هو فيه، مره زودوا الرز، كيلو الرز ما كانش كيلو، كان الكيلو ده كان جه بعد كده. المهم كانوا زودوه تعريفه ولا سام، تعريفه يا رب يعني اظن. ف الناس واحد رايح يشتري كرومبه في السوق، انت عارف لما مصر يحب الضحك والفرفشه يعني وبتاع والنكت، فواحد بيقول له انت هتحشيها ايه يا عم؟ ده الرز زودوه، هتحشيها ايه؟ فبيضحك معاه، قال له هحشيها كفايه وعدل. لان كان زمان كفايه وعدل، كفايه في الانتاج، عدل في التوزيع، لان كان عبد الناصر شيوعي مع روسيا. اول ماده
في الدستور الروسي لا اله والحياة مادة. فكان شيوعي، فبيقول له هحشيها كفاية وعدل. تتخيل ان الراجل ده يتقبض عليه ويتعذب ويتبدل ويخش السجن؟ واللي يحكي لنا القصة دي واحد كان معاه جوه في السجن، جوه معاهم في التعذيب وفي السجن، عشان كلمة بس اسمها كفاية وعدل. يعني بيقلس يعني، او بيسخر او بينكت يعني. عبد الناصر اللي زرع فينا الجبن، اللي كان زرع امشي جوه امشي جنب الحيط، مالناش دعوه، ربك يقول لي ابعد، مالناش، بقول لك ايه، الحيطان ليها ودان، ها، رعب رعب. ده اللي بتأيدوه ولا بتأيده اللي بيأيد افكاره والعياذ بالله. واحد من الاخوان دخل السجن، فواحد الراجل معاهم في الشارع يعني ملوش في حاجه، بس شاف ان الراجل يا عيني دخل السجن ومراته والعيال هياكلوا منين وهيصرفوا منين، فبيديهم 10 ساغ. زمان كان 10 ساغ دي قيمه كبيره يعني. اتقبض عليه والقاضي يقول له بكل ساغ سنه. ليه؟ ده انا بساعد. اوعى، فيش. يتحكم على الاخوان بمحاكم عسكريه، ها، وازازه الخمره تحت المنصه اللي قاعد عليها المجرم الدجوي وغيره اللواء. انت طبعا الشباب الغلبان ما يعرفش الكلام ده، الشباب ما يعرفوش التاريخ ده. هم الشباب بس ايه يعني، ده بتاع الثوره، غير عبد الناصر، وكان بقى ايه، كان الاغاني بقى كلها، كان عبد الحليم يغني، ما كان احنا كنا شيوعيين. عبد الحليم كان يغني ايه؟ اما يشتم واحد، يا عديم الاشتراكيه يا خاين المسؤوليه، ونزمر لك مش عارف ايه كده. تطلع ام كلثوم تغني تقول ايه على سيدنا رسول الله عليه السلام؟ الاشتراكيون انت امامهم لولا دعاوى القوم والغلوه مش عارف ايه بتاع. امال ايه؟ ده كان والعياذ بالله مألهينه كتأليه كده، تأليه. وربنا هزمه، ربنا هزمه في 67، لانه علق الاخوان على المشانق، علق الاخوان على المشانق وموتهم. ده قاتل مين؟ ده قاتل المستشار عبد القادر عودة، الله يرحمه رحمه واسعه يتقبل منه يا رب، اللي كان استاذ في القانون، استاذ في القانون والشريعه الاسلاميه والمقارنه بينها وبين القوانين الوضعيه، اللي عامل كتاب التشريع الجنائي في الاسلام كنا بندرسه. شباب غلبان ما يعرفش الكلام ده، دول اتعلقوا على حبل المشنقه، اتعلقوا على المشانق. اهو ده عبد الناصر اللي الشباب رافع صورته وماشي ورا، اللي بيقول لك انا ربنا هزمه في 67. بعد ما كنا ايه، تسمع بقى واحد كان اسمه احمد سعيد، كان يطلع في اذاعه اسمها صوت الايه، صوت العرب، اخي في العروبه، اخي في العروبه. يا اخي قول اخي في الله يا اخي. ما كان عبد الناصر مطلع لنا مصيبه اسمها القوميه العربيه. القوميه العربيه يعني ايه القوميه العربيه؟ يعني العربي اخو العربي، يا اخي المسلم اخو المسلم. الله يقول انما المؤمنون اخوه، سوره الحجرات تقول الكلام ده فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، المسلم اخو المسلم. لا ده كان استقبل هيلة ثلاثي يا راجل، اللي كان بيدبح في العلماء المسلمين هناك، استقبلوا في بلادنا، وجاب جوزيف بروس تيتو بتاع الشيوعيه. ده كان بهدله. فشوف كنا قد ايه ماسكين يعني والله العظيم شر البلاء ما يضحك. تخيل ان عبد الناصر ده ينهزم في 67 واليهود يحطوا كرامته في الارض ويسموا اكاديميه باسمه، اكاديميه ناصر العسكريه. عمرك في التاريخ شفت اكاديميه حربيه تتسمى باسم واحد مهزوم؟ واحد مهزوم اتهزم في 67 ومجرم يحارب الاسلام ويحارب المسلمين ويقتل في الاخوان، والاخر ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منه. لسه في اخره، ده عمل مصايب. وطبعا الشباب مش حاسس. في حاجه احنا كنا درسناها زمان لما كنا بقى يعني للاسف يعني، اسمها اللي بيسمينها هم الاصلاح الزراعي. شوف بالله عليك يعمل ايه، الله ينتقم منه يا رب. يجي على الفلاحين، تعالى انت عندك كام فدان؟ قول له انا وريث عن ابويا كام فدان واشتريت كام فدان. لا، 50 فدان بحد اقصى. ايه ده؟ هو كده، والباقي هات الباقي يتصادر ويتوزع على الناس التانيين. دي ارض مغصوبه، ارض مغصوبه. والشرع يقول لك حتى الارض المغصوبه يحرم انك تبني عليها جامع يعبد فيه الله، لا مش على ارض مغصوبه. وده غصب الاراضي من الناس يا راجل. ده امم الشركات والمصانع. واحد بيحكي لي قصه يعني، انا ياما فعلا، ياما ناس جالها ضغط وياما ناس جالها انفجار في المخ واللي جاله جلطه. تخيل انت طالع بعربيتك، انت راجل صاحب مصنع كبير ومشغل عندك ناس،
مصنعك شقاك عرقك، ها؟ دخل بالعربيه بتاعته المصنع فقفلوا الباب، وهوب اتحاصر المصنع والبوليس ايه في ايه؟ المصنع اتأمم. ايه اتأمم يعني؟ خلاص مش بتاعك. ايه؟ اشتراكيه، اشتراكيه، كفايه وعدل، كفايه وعدل، اشتراكيه، ده بتاعي، مفيش. جه الراجل يدور عربيته يروح، رايح فين بالعربيه؟ قال له همشي. قال له لا يا حبيبي، العربيه دخلت المصنع، السور اللي حوالين المصنع ده، كل اللي جوه السور ده خلاص اتأمم. لو كنت جرشت عربيتك بره كنت روحت بيه. دلوقتي خلاص اتأممت حتى العربيه. والراجل ياخد تاكسي ويجي له انفجار في المخ، يجي له جلطه، يجي له، شوف ها، والعياذ بالله. اهو ده والخيبه الكبيره بقى، حرب اليمن، يبعت جنودنا قوات مسلحه مصريه تروح لليمن، اخواننا في اليمن، حبايبنا في اليمن، شعب اليمن الحكمه يمانيه والعلم يماني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نروح نضربهم في اليمن قال عشان نحررهم. واتبهدلوا بهدلوا الجنود بتوعنا. وفين انا كنت في اليمن وعشت في اليمن 3 سنين. شوف اللي عاملين هناك نصب المصريين، آلاف المصريين قتلوا هناك، ابنائنا قتلوا في اليمن، روحوا يقتلوا في المسلمين اللي هناك في اليمن، فكان اليمني بيضربوه بيدافع عن نفسه، وبالخناجر وبالبتاع ده والضرب، والتانيين مش عارفين في الجبال والكلام. ايه ليه كده؟ ليه عامل نفسه يا سيدي رسول الحريه والكرامه وكان يطلع يقول لك ان اراده الشعب هي اراده الله، واحنا كنا بهبلنا كلنا. ربنا يسامحنا يا رب، ربنا يعافينا يا رب. فيعني بقول لك دي قصه حقيقيه، ان انا شوف كنت مخدوع في ايه، وايه اللي رجعني، وايه اللي خلاني الحمد لله رب العالمين التزم وافهم. الله ينور بصيره الناس كلها يا رب، الا اللي ربنا يعني والعياذ بالله اراد له الضلال يعني، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، سوره ابراهيم. فاذا كان ربنا والعياذ بالله طمس على قلوب ناس وعمى بصيرتهم، يبقى دي مصيرهم في الاخر. نسال الله العفو والعافيه. اللهم بصرنا يا رب العالمين. ما تزعلوا اطلاقا، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. الله يقول انهم يكيدون كيدا، ما قالش فيكيدوا لهم، قال واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.